طول عمري كنت فاكر ان اي مريض لازم ياكل كويس علشان يخف بسرعه، بس كل مره كنت بتعب وبجبر نفسي على الاكل، ساعتها بيكون احساس ان انا عايز ارجع وان حالتي بتسوء اكتر. لحد لما قعدت افكر مع نفسي اكتشفت ان الجهاز المناعي بتاعنا ذكي جدا، بيديك احساس انك شهيتك مقفوله لانه مش فاضي للاكل اللي انت بتدخله، وبمعنى اصح هو بيحارب دلوقتي حاجه ومش عايزك تدخل اكل عشان ما يشتتش المجهود بتاع جسمك، لان زي ما احنا عارفين الاكل لما ينزل في بطننا بنحتاج نهضمه، والهضم ده بيحتاج طاقه، فالجسم بتاعك بيديك حاله فقدان الشهيه، او لو انت دخلت اكل بالاجبار انك عايز ترجع عشان يركز مجهوده كله في محاربه العدوى. عشان كده كل الدكاتره بما فيهم انا بنقول لك لو فقدت الشهيه وانت تعبان تمشي على 3 خطوات بسيطه. اول حاجه تبدا تشرب سوائل كتير دافيه، كتر منها وما تقلقش. تاني حاجه لو شهيتك اتحسنت تاكل اكل خفيف سهل انه يتهضم، ما تاكلش الاكل المسبك والتقيل عشان ما تحسش ان انت عايز ترجع وتبقى انت كده بتضر نفسك بدل ما تنفع. ثالث حاجه بقى وهي انك تراقب نفسك، هتشوف الشهيه بتاعتك في خلال يومين لو ما اتحسنتش انا كده ان انت المرض بتاعك ما بيتحسنش وان جسمك في حرب دلوقتي وانك لازم تلحقه، فلازم تروح تكشف وتطمن على نفسك. فانا عايزك تمشي على ال3 خطوات دول واضمن لك ان شاء الله ان جسمك هيتحسن ويتعافى بشكل اسرع. ابقى بقى الفيديو لاي حد ما كانش بياكل وهو تعبان وقول له ان انت صح.